ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض في اكله مصريه اصيله، هي الفته. هنعمل صينيه فته بس تستاهل بقكم ان شاء الله. نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. ده معانا نص كيلو لحمه. انا ما بغسلش اللحمه، يعني بجيبها من الجزار مش بغسلها، هي بتبقى متقطعه كده حسب التقطيعه بقى اللي انت حباها. هنحتاج لها واحدة بصل، 3 فصوص توم وسط، 3 فصوص حبهان، ورق لورا، جزر، طماطمايه. تمام. احنا طبعا مولعين على حلة، هنحط فيها معلقتين سمنة محترمين. سوري، اي سمنة عندك بقى، سمنة بلدي، سمنة عادية، اللي انت عايزاه. هندي بس اللحمة صدمة كده الاول على النار، دي بتفرق معاكي كتير قوي في الطعم بعد كده. في ناس بتحطها يعني بتغلي المية بالخضار بتاعها بكده وبعد كده بتحط اللحمه دي، برضو براحتك مفيش مشكله، بس التركايه دي بتفرق معاكي، بتخلي طعم اللحمه احسن، بتستوي معاكي اسرع، وما بتنزلش ميه كتير بسبب الحركه بتاعتها دي، وهتعجبك قوي. بس جربيها بس بالطريقه دي. هتحطيها كده في السمنه وبعدين تفضلي تقلبي فيها كده لما تغير لون، زي ما انت شايفه كده لونها بيبتدي يتغير معاكي. تمام، على نار وسط وايدك فيها عطاش وما تتلسعش منك، احنا مش بنحمرها، احنا بنديها صدمه بس كده ولون. بعد كده هتحطي بقى الخضار بتاعك ده، لو عندك فصين مستكه بقى يا سلام، يبقى احلى واحلى طبعا، بس تحطيها مع اللحمه الاول قبل الخضار. بعد كده معانا معلقه 7 بهارات، نص فلفل اسود، نص سكر، ونص ملح. هنا بنحط نص سكر بس عشان يعني يساعد في عمليه التسويه شويه. تمام، مش عايزه تحطيه ما تحطوش. بنحط نص ملح بس ما بنكترش. بعد كده لما تخشي في السوا بتظبطي بقى الملح بتاعك، بتقلبيها بقى كام تقليبه كده. اول ما تشم ريحه التوابل بقى طالعه، عايزه اقولك ريحتها حلوه قوي. هتنزلي بقى عليها بميه بتغلي طبعا. تمام، تغطيها كلها كويس جدا، ميه تكون مغليه، ما تحطيش طبعا ميه بارده ولا ميه من الحنفيه. تمام، وتقلبيها كده. وبعد كده اول ما تغلي معاكي اول غلوه، تبتدي بقى تشيلي الريم اللي هو بيطلع على الوش ده، لان الريم ده يعني بصي السباتيولا دي ما نفعتش، فكنت بجيب معلقه. الريم ده بيغمق الشوربه وبيخلي فيها ريحه زفاره مش حلوه او ريحه مش لطيفه يعني. فشيليه اول ما الشوربه تغلي معاكي، شيليه كده وبعدين وطي عليها بقى ايه، تستوي براحتها، ما تعليش النار قوي، خليها نار وسط. تمام. هنا بقى جبنا عيش شامي، بصي بالمقص كده، القصه اللي تحبيه، او عيش بلدي. بس هي الفته صراحه يعني العيش الشامي بيكون طعمه احلى، يعني العيش البلدي ده بيكون ناشف شويه مش زيه. ومعانا كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفي كويس بس مش منقوع. ومعانا كيلو طماطم مضروب في الخلاط ومتصفي. ومعانا هنا معلقتين توم كبار، ليه بمعلقه الاكل دي، ومعلقتين خل. بس اكله سهله وبسيطه مش متعبه خالص. انت اول ما اللحمه بتستوي بتكوني عملت الرز والصلصه بتاعتك، يعني خلاص يعني تلاقي كله استوى مع بعضه. تجيبي بقى حله كده تحطي فيها معلقتين سمنه حلوين، سمنه بلدي او سمنه عاديه او زبده. تحطي معلقه زيت عشان خاطر يديه اللمعه كده للرز، الرز اللي بيديله لمعه الزيت مش السمنه. تمام. بعد كده بقى هتحطي الرز، انا بعملها رز ابيض بس صراحه. او ما تحطي الرز كده قلبي كام تقليبه كده عشان الرزايه تتغلف بالماده الدهنيه اللي انت حطاها. تمام كده الرز كله اتغلف معانا. انت حابه تعمليه بشعريه بقى واحده وواحده، حسب ما انت بتحبيها يعني، بس انا بفضلها صراحه رز ابيض. الرز بقى هنا بعد ما حطيته كده في السمنه وقلبته وحطيت الملح، بس انا نسيت اجيب بس الملح، حطيت معلقه ملح كبيره. والرز او الميه سوري تغطي يا دوبك الرز. تمام، ما تكتريش. هنا اول ما تبتدي تلاقي الفقاعات دي تبتدي كده تطلع، قلبته تقليبه بالشوكه زي ما انت شايفه كده، مش لازق ولا اي حاجه خالص. توطي عليه بقى. بعد كده بص عليه، لو احتاج شويه زودي بقى من الشوربه بتاعه الكبشه كده ولا حاجه، لكن ما تزوديش من البدايه. الرز كده خلاص هو معاكي يعتبر خلص. في الحله التانية بقى على العين اللي جنبها، عشان تخلصي بقى كله مره واحده، تروحي حاطه بقى معلقتين زيت، وانا حطيت بعديها صراحه مع نص معلقه سمنه بس ما حطيتهاش هنا. تحطي التومه اول ما تصفر معاكي كده، ما تتحرقش، تصفر اول درجه في الذهبي، تنزلي عليها بمعلقتين الخل. تمام، لان التومه لما بتتحرق بتمرر وبيبقى طعمها مش حلو وبتعمل حموضه كمان.
تحطي بقى الطماطم دي متصفيه، انت مش حابه تصفيها براحتك. بعد كده هنا دي كزبره ناشفه، وبعديها تحطي فلفل اسود، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح. وبعد كده هنحط نص معلقه سكر، وانا حطيت نص كمون بس مش دلوقتي، انا كنت نسيت وحطيت في الاخر خالص وانا بحط الاكل للاسف. فما تنسيش تحط لها نص معلقه كمون طبعا عشان الثوم، وتقلبيها تقليبتين كده. لو الصلصه بتاعتك بقى مش حمرا زوديها معلقه صلصه، لو مش محتاجه خلاص تغلي غلوتين وتطفي عليها النار، وكده يعتبر الصلصه خلصت معاكي. هنا رشيت رشه شطه لو انت حابه، مش حابه الغيها خالص. تمام. بعد كده بقى بجيب صينيه واحط فيها معلقتين سمنه واحط فيها العيش. انت حابه بقى تدخليه الفرن ماشي براحتك يعني، بس انا صراحه يعني مفيش داعي تشغلي الفرن بقى ويحرر الشقه كلها، وهي اصلا يعني مش بياخد دقيقه على فكره مع التقليب المستمر، عشان ما يتحرقش من ناحيه وناحيه. لا تمام، تقلبيه كويس جدا. هنا بقى كانت اللحمه خلاص والعيش اهو اتحمر معانا زي ما انت شايفه ذهبي مش محروق. وهنا الرز ما شاء الله استوى اهي، الخرام لسه حتى موجوده. ودي الصلصه خلاص، الاكل كله خلص. انا هنا كنت هبطت خلاص كنت لابسه مش حاسه ان انا كنت بتعدم. دي يا جماعه مشروب مصري، حاجه جديده اسمها ماكسي. انا جربت منها البرتقال كانت حلوه قوي، قلت اجرب منها بطعم الاناناس. اول مره كنت اجربها معاكم، عشان اللي مش حابب يعني السينا كولا وكده ممكن يغير لدي. هي اسمها ماكسي على ما اعتقد، بس هي اسمها كده. هي حلوه على فكره، مش وحشه خالص، حلوه جدا. بس عشان للامانه يعني هي محتاجه الصودا تزيد شويه والطعم يزيد شويه كمان، لكن الكواليتي بتاعها لا حلو قوي وسعرها مش غالي. هنا بقى كنت بقول الكومنت دكتوره اسمها ماكسي، هي بوريكم. في منها 3 اطعمه على فكره، برتقال والاناناس دي، وفي بالسفن دي عندي والله، بس انا لسه ما جربتهاش. بس هي على فكره لطيفه قوي، عشان اللي مش حابب طعم السيناكولا او السبيرو سباتس او البيج ممكن يغير لي دي. حلوه قوي برضو هتعجبكم، ونشجع منتج بلدنا يا جماعه. تمام. احنا طبعا بعد الفته دي لازم حاجه تصحق اللي احنا عملناه ده، او ملناش دعوه باللي ما يتسموا، احنا مش هنجيب حاجتهم، احنا هنجيب حاجه بلدنا ان شاء الله، ندعم منتجات بلدنا، ولاد بلدنا اولى بينا. نرجع بقى للفته تاني هنا بقى حطيت الشوربه اللحمه، بصي شويه لحمه والله وشوربه، وحياه ربنا لو جربتيها لا تدعيلي عليها، هتعجبك قوي. بعد كده بقى العيش هنا هو لما اتحمص حطيناه في البايركس، وبعد كده حطينا معلقتين رز، وبعد كده هنحط نص كبشه شوربه، نص يا جماعه، ما تكتروش، وممكن تلغيها خالص على فكره وتحطي كبشه كده صلصه تمام. ما تكتريش شوربه ارجوكي. في ناس يا جماعه بتعمل فته صعب قوي، يعني بتحسي ان احنا مش فراخ يا جماعه، احنا مش فراخ، العيش بيبقى بايش قوي مش حلو. الطريقه دي هتعجبك قوي. وعايزه تلغي الشوربه يا ستي خالص الغيها، حطي الصلصه وحطي الرز وقلبيها مع العيش كده، العيش هيطرى شويه بس هيفضل برده مقرمش مش معجن خالص، فاهماني؟ هنا بقى بعد ما حطينا الرز، طبقه من الرز طبعا حسب السمك اللي انت عايزاه. انا بقى هنا حبيت اعمل ان انا بقى ايه فنانه يا جماعه، فنانه على فكره والله العظيم. انا بحب الطبخ، بس يلا ان شاء الله ربنا يكرم. تعملي بقى الشكل، شفتوا عملت شكل امور ازاي؟ والله العظيم تستاهل بقكم. ونرش بقى شويه ملح وفلفل كده على اللحمه، وبألف هنا وشفا. يا رب تكون الوصفه عجبكم.